أنا اسمي فيصل حقي للي ما بيعرفني، بدير صندوق اسمه اويسس 500 اويسس 500. بدي أحكي لكم شوي عن صندوق اويسس عشان برضو أربطه بموضوع الندوة اليوم. باختصار شديد، صندوق اويسس هو صندوق معني بالاستثمار بالشركات الناشئة، الشركات الصغيرة بقطاع تكنولوجيا المعلومات. بلشنا شغل بنهاية 2010. بنستثمر، الحلو بطبيعة شغلنا انه بنستثمر بأفكار، يعني مو مضطرين انه نستثمر بشركة قائمة او واحد عنده منتج او سلعة او خدمة. اذا الواحد عنده فكرة حلوة ممكن نساعده انه يطور هاي الفكرة لمشروع ونبني له نموذج عمل وخطة عمل ونساعده انه يطلق مشروعه. صرنا مؤسسين لليوم 138 شركة، من ضمنهم بعض أهم شركات قطاع التكنولوجيا والمعلومات بالأردن زي مدفوعاتكم وطقس العرب وجملون وأعزف وسجلني وريزيرف أوت وليتل ثينكينج مايندز. عندنا يعني من ال 138 شركة، طبعا في شركات بطبيعتها لأنها شركات صغيرة فشلت وسكرت، بس منهم في 73 شركة لا زالت قائمة، ومن هذول 73 شركة في بحدود 10 أو 15 شركة اللي راح يعملوا، يعني راح يرجعوا عائد الاستثمار للصندوق يغطي كل الاستثمارات الثانية. موضوع اليوم يعني بدي أحكي باختصار عن الأساسيات اللي لازم أي واحد بيفكر إنه يبلش مشروع، سواء بقطاع تكنولوجيا المعلومات أو بأي قطاع ثاني يفكر فيهم. هذول الأساسيات بنطبقوا على أي مشروع، وبغض النظر ايش طبيعة المشروع او الصناعة اللي انتم مهتمين فيها او ايش الاحتياجات تاعت المشروع تبعكم. بجوز له اي يعني اللي ما حكيناه بالاعلان انه يعني ان شاء الله تكون هاي المحاضرة والجلسة اليوم هي بداية سلسلة من المحاضرات والجلسات، لانه صعب نغطي كل المواضيع بساعة واحدة. اللي عم بفكر فيه انه اليوم نناقش الاساسيات تاعت تأسيس المشروع، وبعدين بالمراحل الجاي بالمحاضرات الجاي نحكي عن حيثياتها ونحكي بالتفاصيل، وخصوصا بالاردن كيف الواحد يأسس مشروعه ويعطيه صيغة قانونية وصبغة قانونية ويسجل شركة، وايش تبعات تسجيل الشركة وكل الاجراءات القانونية تاعت تسجيل الشركات والعمل بالاردن. هلا ناس كثير بيسألونا انه لما اقدم فكرة على اويسس شو بتدوروا انتم؟ ايش الشغلات اللي بتهمكم؟ وهذول صراحة الشغلات اللي بتهمنا بطبيعة عمل الصندوق، بس تنطبق على كل المشاريع. بنطلع على 3 شغلات أساسية. أول شغلة بدي أحكيهم بالإنجليزي لأنه نحن دائما نحكيهم بالإنجليزي. بندور على شيء اسمه Product Market Fit، اللي هي الملائمة أو الموائمة بين المنتج أو السلعة وبين السوق. إذا المنتج أو السلعة أو الخدمة اللي عم بتقدموها إلها طلب بالسوق، على الأغلب أنتوا قطعتوا أكثر من نص الطريق بأنه مشروعكم ينجح. هاي أهم شغلة. في كثير ناس بخالفوني بالرأي وبقولوا لا، هاي مش أهم شغلة، اللي أهم منها الفكرة. الفكرة صراحة هي أقل أهمية. الناس من الأسئلة اللي بتنسأل دائما لأن لما يقدموا إنه أنا إذا قدمت لك فكرة شو بضمني إنك ما تسرقها؟ اويسس صندوق استثماري، ونحن بنستثمر بأصحاب الأفكار، نعطيهم المصاري عشان هم يطلقوا مشروعهم. ما إلنا مصلحة إنه نسرق أفكار، ولو سرقت فكرة أنا يعني ما عندي الحيز والقدرة إني أطبق الأفكار، صاحب الفكرة هو اللي عنده إياها. فالفكرة مهمة أكيد، ولكن هي ليست أهم شغلة. أهم شغلة اللي ذكرتها أول وحدة، الملائمة والمطابقة والفت بين الفكرة أو المنتج أو السلعة وبين السوق. وثاني شغلة أهمية بنفس الأهمية تقريبا ببعض الحالات ببعض نماذج العمل، هم الفريق أو القائمين على هاي الفكرة. وهاي برضو شغلة يعني كثير ناس بخالفوني الرأي فيها، بيقولوا لا المؤسسين هم أهم، الأفكار بتروح وبتيجي بس المؤسسين هم أهم شغلة. مزبوط، المؤسسين مهمين، وبدون فريق عمل أو مؤسسين شاطرين الأفكار ما بتنجح. ولكن إذا عندي فكرة منيحة وعندي مؤسس شاطر وعندي تمويل وعندي كل هاي الشغلات، بس بالنهاية عندي منتج ما حدا بده إياه، على الفاضي. إذا عملت أحلى منتج وأحلى فريق عمل وجبت أحسن تمويل وبالنهاية أطلقت خدمة أو سلعة ما حدا بده يشتريها، بكون كل جهدي حطيته على الفاضي. أظن أنا حكيت كل اللي بدي أحكيه عن السلايد قبل ما أحط السلايد. أوكي، فأول وأهم شغلة هي الملائمة بين السوق وبين المنتج أو الخدمة اللي ناويين أنتم تطرحوها على السوق. هاي أهم شغلة. هلا
يعني اول شغله بدكم تعملوها بعد ما تعرفوا انه في ملائمه، بدكم تعرفوا المشكله الموجوده بالسوق. كيف بتعرفوا؟ اللي هي برضه بالانجليزي بتتسمى البروبلم ستيتمنت. ايش المشكله اللي عم بتحاولوا تحلوها؟ يعني على سبيل المثال الخدمات التقليديه زي محل دراي كلين. محل دراي كلين ايش المشكله اللي عم بيحاول يحلها؟ مين بيعرف؟ حللنا مشكله الوقت تبعك. انا ما عندي وقت. طيب في يعني ابسط من هيك. بحبش اكل بكره. توفير خدمة الملابس النظيفة والخير الزباين. هو عم بحل مشكله الاواعي الوسخه بس بهالبساطه بالضبط. محل دراي كلين عم بحل مشكله الاواعي الوسخه. الواحد ما بيقدر يلبس اواعي وسخه، اوكي، واذا ما بقدر يغسلهم بالبيت او الاواعي بدهم دراي كلين بده اياهم على محل دراي كلين. فهي بكل بساطه هاي هي المشكله اللي عم بحلها. هلا عرفنا المنتج او الخدمه محل دراي كلين بده يغسل اواعي او بده يعمل دراي كلين للاواعي، وعرفنا انه في طلب عليها بالسوق، الناس بدهم اياها، وعرفنا شو المشكله اللي عم بحلها. بدنا نبني المنهجيه اللي فيها القنوات والاساليب والادوات والمخاطبه عشان تروح السوق. مين اللي بيستعمل خدمه الدراي كلين بالغالب؟ طيب لا بالغالب اللي بيستعملوا لا يعني برضه ابسط من هيك. اللي بيستعملوا خدمه الدراي كلين هم الستات. يعني بالغالب صاحبه القرار انه هاي الاواعي بدها تروح على الدراي كلين هي الست بالبيت وليس الرجل بالغالب. طبعا يعني في حالات استثناء لا يعني، بس بالغالب هي صاحبه القرار. اذا انا بدي اعمل دعايه لمحل دراي كلين، وين بروح بعمل له دعايه عشان اوصل هاي المسج للمستهلك، اوصل الرساله هاي اني انا فتحت محل دراي كلين؟ سوشيال ميديا، جمات، ستات. المسجنج تبعي بعمله اخاطب فيه الزلمه ولا الست؟ الست صح؟ فيعني بالضبط ما هي، لانه صاحب القرار بموضوع الدراي كلين هي الست مش الزلمه. فانا عرفت شو المشكله، يعني عرفت انه في ملائمه بين المنتج وبين السوق، عرفت المشكله اللي عم بحاول احلها، اوكي، وعرفت مين عم بخاطب، صرت عارف كل هاي الشغلات. تقريبا صار عندي مشروع، بس يعني جاوبت هالاسئله هاي السخيفه صار عندي مشروع. هلا بعد ما اعمل هذا التحليل هاد وفهمت ايش اللي عم بحله ومع مين عم بحكي وكيف بدي احكي معهم وشو المسج تاعيتهم وشو الادوات اللي بدي استخدمها، بدي اطور شيء اسمه نموذج عمل. وبعد ما اعمل نموذج العمل بعمل خطه العمل. مين بيعرف ايش الفرق بين نموذج عمل وخطه عمل؟ نموذج عمل بجاوب على 3 اسئله اساسيه. بجاوب ايش عم ببيع، شو الخدمه او السلعه اللي عم ببيعها. بجاوب لمين عم ببيعها، مين اللي بده يشتريها مني. انا عم ببيع خدمه تنظيف الاواعي او الدراي كلين تبع الاواعي، عم ببيعها بالغالب للستات. وثالث سؤال بساله بجاوبه نموذج العمل، كيف بعمل مصاري بالدراي كلين؟ كيف بعمل مصاري؟ مين بيعرف كيف بعمل مصاري بالدراي كلين؟ سؤال بسيط جدا، مين بيعرف؟ بالضبط بهالبساطه. انا بحسب قد ايه بكلفني عشان اشغل ماكينه دراي كلين ومحل دراي كلين، بحسب قد ايه عندي حجم عمل تقريبا، بقسم هذا الرقم على حجم العمل، بطلع عندي كلفه التنظيف. خلينا نقول طلع كلفه التنظيف 60 قرش للقطعه، ببيع القطعه بدينار، بعمل 40 قرش ربح على 60 قرش. هاي هي ببساطه، هذا هو نموذج العمل. هاي الاساسيات تاعت نموذج العمل. اذا عرفت اجاوب هاي الاسئله 3 صار عندي نموذج عمل. بعد ما اعمل نموذج العمل شو بعمل؟ بعمل خطه العمل، تيجي بعد نموذج العمل. البزنس بلان تيجي بعد البزنس موديل. عرفت شو البزنس موديل؟ بس خلصته بعمل البزنس بلان. ايش هي البزنس بلان؟ مين بيعرف ايش هي البزنس بلان؟ اذا حدا فيكم دارس محاسبه او اداره اعمال اكيد مر عليكم شيء اسمه بيان الدخل. بيان الدخل تبع اي شركه اللي هي من وين بتيجي ايرادات الشركه، كيف تعمل مصاري، وبعدين تحتيها شو تكاليف الانتاج، وبعدين تحتيها شو التكاليف التشغيليه، وبعدين اخر شيء صافي الربح. هذا هو بيان الدخل. البزنس بلانز اغلبهم مبنيين على هذا المفهوم. كيف ببيع، شو بكلفني حتى ابيع، شو مصاريف التشغيليه، وقد ايه بضل اللي منها ربح. نحن قلنا الدراي كلين اذا بكلفني 60 قرش هذول تكاليف بيع، يعني هذول المواد والكهرباء والماكينه والمش عارف شو. ال 40 قرش اللي ضلوا شو بدهم يكفوا؟ بدهم يكفوا التكاليف التشغيليه
مش تكاليف البيع، التكاليف التشغيليه اللي هو اجار المحل والكهرباء والموظفين والرواتب. اللي بضل من ال40 قرش هو صافي الربح تبعي. اذا انا حاطط كلفه 60 قرش وعم ببيع بدينار، ضل لي 40 قرش هامش ربح. اذا ال40 قرش ما بكفوا تكاليف التشغيليه الثانيه، معناته مشروعي عم بخسر، معناته الخطه تاعيتي فيها خلل، معناته انا ما لازم ابيع بدينار، لازم ابيع بدينار و10 قروش او دينار وربع او دينار ونص بغض النظر. عشان هيك خطه العمل مهمه. خطة العمل بعد ما نقرر ايش هو نموذج العمل، تنحط خطة العمل اللي هي اللي بتعطيكم المنهجية كيف تسعروا، كيف تحطوا تكاليف، وين تصرفوا وين ما تصرفوا. اهم شغلة بخطة العمل انه هي مو شغلة بتنعمل مرة واحدة وبتنحط. هاي بالغالب اكسل شيت بتنعمل اول ما يعني لما تفكروا بالمشروع، وبتراجعوها كل يوم، كل ساعة، كل اسبوع، كل شهر. المهم تضلكم تراجعوها حسب طبيعة العمل. طبعا إذا عندي طبيعة عمل فيه ترانزاكشنز كثيرة يومية، يفضل إنه البزنس بلان تاعيتي أراجعها مينيمم مرة كل أسبوع، حتى أطلع إيش اللي كنت مفكر فيه وإيش اللي تغير عندي، وأغير خطة العمل بناء عليها. لأنه إذا حطيت أرقام وآمنت إنها مضبوطة وبعدين اكتشفت لاحقا إنها غلط، بكون خسرت مصاري. وهون آخر نقطة، هاي احفظوها دائما بالمشاريع الجديدة. لا تركنوا انه اللي عملتوه او اللي فكرتوه او اللي حطيتوه كنموذج عمل او كخطة عمل مزبوط. دائما جربوا وعدلوا، ضلكم جربوا وعدلوا، جربوا وعدلوا بكل شيء بتعملوه، بالتسعير، بالماركتينج، بالمسجنج، بالشانل، بالسوشيال ميديا، بكل شيء بتجربوه، بالمحل دراي كلين، بالضوء من فوق، بالضوء من تحت. دائما جربوا وعدلوا، ضلكم جربوا وعدلوا، ضلكم قيسوا وسجلوا اللي بتقيسوه، ودائما قارنوه مع خطة العمل اللي عملتوها. أنا كنت معتبر إنه كلفة الدراي كلين تاعيتي 60 قرش، واعتبرت إنها 60 قرش وسعرت على هالأساس. بعد ما اشتغلت اكتشفت إنها والله مش 60 قرش، طلعت 62 قرش. هذول القرشين طلعوا من جيبتي، مش مفروض يطلع من جيبتي. إذا خطة العمل تاعيتي ما كانت ماخذيتهم بعين الاعتبار، بغير، بختبر وبعدل، بختبر وبعدل بشكل مستمر. هاي يعني لا تنسوها، مهمة كثير. هلا هذول اللي جاوبت عليهم انا بالنقطه اللي حكيتها من قبل. اذا في حدا منكم بيعرف هاي الرسمه اللي تحت، حدا مر عليه الرسمه هاي اللي تحت؟ شايفيتها؟ تحب تطلع تحكي لهم احسن مني بجوز متذكريتها. هاي الرسمه اللي تحت هي شوي تطوير على الثلاث اسئله اللي سالتهم اول 3 اسئله. شو السلعه اللي عم ببيعها؟ مين هم الناس اللي عم ببيعهم؟ وكيف بعمل مصاري؟ هاي اللي تحت بجوز هاي على فكره نخصص لها يعني سيشن لحالها، اسمها بزنس موديل كانفاس. هذول اللي شايفينهم 9 بلوكس اساسيه، هذول بنطبقوا على كل البزنسز اللي بالعالم. اوكي، وصراحه ما بدي اغوص فيهم كثير، بس انا بقول لكم اهم شغله: ريفينيو، كيف تعمل مصاري، كاستمرز، اوكي، كيف مين هم الناس اللي عم تبيعوهم، كوستس، تكاليف. هذول 3 عوامل المهمين الاساسيين باي بزنس. لانه اذا ما بتعرف مين زباينك ما راح تبيع، واذا ما بتعرف شو تكاليفك لو بعت ما راح تعمل مصاري. اوكي، فيعني ال9 كلهم مهمين، بس انا يعني بالنسبه لي اهم 3 شغلاتهم اللي ذكرت لكم اياهم: مين زباينك، كيف بتبيعهم، كيف تعمل ايراد، وشو تكاليفك. هذول يعني برضو بجوز بجلسات ثانيه بندخل فيهم بالتفاصيل اكثر. هلا كثير ناس بيطلعوا بافكار جديده وبيطلعوا بمشاريع جديده وبيطلعوا بشغلات حابين يعملوها. اهم شغله تفهموها انه بجوز 99% من المشاريع اللي بالعالم اوكي هي شغله قائمه حاليا، مش شغله انعملت جديد. هلا الاختراع هو احلى نوع من الابتكار. لو الواحد بيقدر يخترع شغله جديده ما حدا عاملها من قبل بكون عن جد لا من جم ذهب. بس بالغالب هو برضه أصعب نوع من الابتكار. الابتكار له أنواع تانية، له التطوير، بتاخذ فكرة موجودة وبتحسن عليها، له التقليد، بتاخذ فكرة من صناعة تانية وبتقلدها بصناعة مختلفة، والدمج، بتاخذ شغلتين مختلفين تدمجهم مع بعض تطلع بشغلة ثالثة جديدة. الاكزامبلز اللي تحت، هاي الأمثلة اللي تحت، هذول كلهم لما انعملوا ما كانوا هم أول ناس بهاي الصناعة. حاطط أنا تشيتشا تحت لأنه براند أردني معروف، محل أراجيل. تشيتشا ليش نجح نجاح غير عن المحلات الأراجيل الثانية؟
ماكدونالدز محل همبرجر ليه نجح؟ ستاربكس ليش نجحت محل قهوة؟ بدي احكي لكم عن ماكدونالدز لانه قصته عن جد غريبة عجيبة. ماكدونالدز شركة بلشت سنة إذا متذكر صح سنة 51. بلشوها أخين تنين، فتحوا أول مطعم ماكدونالدز نجح. حاولوا يعملوا المطاعم الثانية اللي بعديها فشلوا كلياتهم، أظن عملوا 6 أو 7 مطاعم كلياتهم فشلوا ما نجحوا. سنة 54 إجا واحد كان يبيع ماكينات الميلك شيك اللي بيعملوا البوظة، شاف المطعم تبعهم، دخل شاف المطبخ كانوا يبيعهم ماكينة، استغرب من اللي شافه قدامه. إيش الإشي الغريب اللي كان بماكدونالدز سنة 54؟ مين بيعرف؟ بالمطبخ إيش الإشي اللي كان غريب فيه؟ بالضبط. ماكدونالدز المطعم تبعهم سنة 54 كان شكله زي خط الإنتاج تبع المصنع. كانت حبة الهامبرجر بتبلش بمحل بتنتقل لمحل ثاني لمحل ثالث لمحل رابع لعبال ما تطلع. لأنهم كانوا عاملين هذا النظام كانوا يقدروا، هم الوحيدين اللي كانوا يقدروا يطلعوا هامبرجر أظن بدقيقة ونص ولا شيء زي هيك. هلا كل مطاعم الهامبرجر اللي كانت بهذيك الفترة نفس النوعية ونفس الأكل ونفس نفس هاي، الفرق هو الوقت بس، هاي السرعة انك تقدر تدخل على هذا المطعم تطلب همبرجر بعد دقيقتين بكون موجود قدامك. وكيف عملوا هيك؟ يعني هذول الأخين كيف طوروها؟ الأخين مش متعلمين أفكر. جابوا المطبخ تبعهم، اكتشفوا انه عندهم هدر عالي بالوقت، انه الموظف بضله يروح ويجي بين الكاونترات وبضله يمشي من هون لهون ومن هون لهناك، عم بضيع وقت عبال ما يعمل السندويش الوحده. شو عملوا؟ جابوا الموظفين تبعهم كلياتهم المطعم، رسموا صورة المطبخ تبعهم بموقف سيارات فاضي، رسموه بالطبشور على الأرض، رسموه وحطوا الثلاجة هون بتاعت الهامبرجر هون والفريزر هون مش عارف شو، وصاروا ينقلوا بين ستيشن والثانية لعبال ما عرفوا ايش أحسن توليفة انه يختصروا الوقت. ضلهم يجربوا، ضلهم يختبروا ويعدلوا يختبروا ويعدلوا لطلعوا بوقت دقيقة ونص انه يطلعوا بهامبرجر. الزلمة اللي تعرف عليهم سنة 54 أظن بسنة بأول الستينات اشترى منهم المطعم. مين بيعرف بقديش هذا الزلمة اشترى مطعم ماكدونالدز كلياته بأول الستينات؟ حطوا لكم رقم. دفع 2.7 مليون دولار حق المطعم، اوكي، وطلب منهم، او عفوا هم طلبوا منه انهم ياخذوا 1% من ايرادات المطعم لبقية عمر المطعم. فهم يعني بدفع لهم 2.7 مليون، وبعدين طول السنوات الباقية باخذوا 1% من ايرادات المطعم. هذا الزلمه اللي باعهم اللي اشترى منهم برضه مش قليل يعني. لما راح دفع لهم 2.7 مليون بداية الستينات، بسألهم 1% هاي شيك هاندز، ما راح اكتب لكم اياها على الوراء. طبعا قبضوا المصاري، كيفوا، مش متعلمين هم، كيفوا على 2.7 مليون وعمره ما دفع لهم 1%. 1% بقدروها انها 100 مليون دولار عن كل سنة من وقت ما اشترى. فعم تحكوا لكم عن 50 سنة تقريبا، كل سنة ب100 مليون. دفع 2.7 مليون حق المطعم. اليوم ماكدونالدز الشركة قيمتها 125 مليار وقت ما اشتراها لليوم. شو السر طبعا تبعها؟ السرعة. السر هو نفس السر ما تغير. لاحقا اللي اختلف انه عمل النظام الفرانشايز، انه صار المحلات اللي بدها تفتح زي ماكدونالدز مو مضطرين يشاركوا برأس المال، ببيعهم الخبرة تاعيته، ببيعهم الخطة اللي انرسمت على الأرض قبل 20 سنة، ببيعهم هاي الخطة وبقول لهم اعملوا زيها، بس بهالبساطة. هذا هو سر ماكدونالدز، لا اخترع شيء جديد ولا غير شيء، أخذ فكرة مطعم وطور عليه، عمله أحسن. طيب هلا بدي انتقل للهوس اللي انا بسميه اللي هو انه الواحد يكون اوبسست بالزبون تبعه. اغلب الناس اللي بيجوا عندنا بيطرحوا افكارهم لاويسس لما نقول لهم انه يعني كيف رح تنتقل من شركه بلشت اليوم لشركه ان شاء الله بعد 4-5 سنين بدها تبيع ب 500,000 و600,000 و700,000، بغض النظر شو الخطه العمل تاعيتهم. شو الجواب اللي دائما بالغالب الناس بيجاوبوه؟ بقول لك أنا اليوم بلشت ما عندي حصة من السوق، أنا اليوم بلشت حصتي من السوق 0. السوق اللي أنا بدي أشتغل فيه على سبيل المثال سوق الدراي كلين. سوق الدراي كلين بالأردن بدي أعتبره بالسنة ب20 مليون دينار. بقول لك أنا سوق الدراي كلين بالأردن ب20 مليون، أنا بتوقع بعد 4 سنين أو 5 سنين شغل يكون عندي حصة من السوق 5%.
إذا عندي 5% من 20 مليون معناته راح أكون عم ببيع بمليون. هيك أغلب الناس بتفكر، وهذا أكبر خطأ. عمره ما حدا ببني بزنس بلان على حصة من السوق. البزنس بلان ما بتنبنى من فوق لتحت، ما بتبلش من 20 مليون ومنها بتقول بدي أخذ 5% وأعمل مليون مبيعات. بتنبنى البزنس بلان من تحت لفوق. أنا اليوم عندي 0 زباين، ما عندي ولا زبون، كيف بدي أنتقل من 0 لأول 10 زباين؟ وبعد ما أخذ أول 10 زباين كيف بدي أنتقل منهم لأول 100 زبون؟ هذا سره إنه تكونوا مهووسين دائما بزباينكم. وكيف تنتقل من 0 زباين ل10 زباين؟ بدك تعرف إيش بيحبوا، إيش ما بيحبوا، إيش بيشتروا، إيش ما بيشتروا، إيش بيشتروا إشي منافس لإلك، إمتى بيشتروا، ليش بيشتروا، قد إيه بيصرفوا، بدكم تعرفوا كل تفاصيلهم. هذا يعني بعلم التسويق اسمه كاستمر بيرسونا. الكاستمر بيرسونا أكثر من ما إنه تقول إيش بيحبوا وإيش ما بيحبوا، بتبني شخصية وبتعطيها اسم. إذا أنا عم ببيع دراي كلين ببني شخصية للزبون تبعي، بعطيه اسم، بسميها الست، بعطيها اسم، وبقول فرضا عندي فئة اللي هم من أعمار 18 ل 25، بسميهم، بعرف إيش قد إيه معهم مصاري، شو بيشتروا غير خدمات منافسة للدراي كلين، عندهم غسالات بالبيت ولا ما عندهم، إمتى بيشتروا أواعي، إمتى بيغسلوا أواعي. وبعدين بنتقل للفئة اللي بعديها، العمر الأكبر، أو مش شرط يكون على الفئة العمرية، ممكن يكون على المناطق، بيعتمد على شو اللي عم بتبيعوه. بس بدكم عن جد يعني كلمة هوس بدكم تتخطوها، بدكم تكونوا عارفين تفاصيل حياتهم كلياتها. وهاي هي الطريقة الوحيدة انكم تنتقلوا من 0 زباين لأول 10 زباين لأول 100 زبون لأول 1000 زبون لعبال ما توصلوا ل 5% من السوق. هيك بتنبنى كل المشاريع، بتنبنى مين هم الزباين وشو بيحبوا شو ما بيحبوا وكيف بقدر أبيعهم. بعد ما تعرفوا وتبيعوا أول 10 زباين شو بدكم تحاولوا تعملوا؟ بدكم تحاولوا تخلوا أول 10 زباين، وهدول أول 10 زباين يجيبوا ال10 اللي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم لعبال ما توصلوا ل 5%. الورد اوف ماوث ماركتينج، انه واحد يحكي للثاني، هذا اقوى نوع تسويق موجود. هذا اقوى من التلفزيون والجريده والراديو، واقوى من كل اعلانات السوشيال ميديا. لما حدا ينصح بخدمه لحدا ثاني، على الغالب اذا كان بثق بالشخص ما راح يروح يسال قد ايه سعرها، مين ارخص مين اغلى، منيحه مش منيحه، خلص واحد بيعرف حكى له هاي منيحه راح يروح يشتريها. فهاي احسن طريقه لتسوقوا فيها مشاريعكم. وكيف توصلوا لهي المرحله؟ انه تكونوا مهووسين بزباينكم، وزباينكم يحكوا شغله منيحه عنكم، ومن هناك بتوصلوا بسموه الانفليكشن بوينت او التيبيك بوينت، اللي بصير الفكره تاعتكم بتصير زي الفيروس، بتنتشر زي المرض، بتنتشر من واحد للثاني. هاي برضو من الاخطاء الشائعه جدا، اللي هو اذا شايفين الايد هاي اللي عملها انا، هاي اكشلي يعني حطيتها لانه عم نواجهها هلا مع واحده من شركاتنا. اغلب الشركات بيحاولوا يطلقوا مشروعهم وهو كامل مكتمل. المثال اللي بدي اعطيه هو مثال من شركات التكنولوجيا، شركه عم بتطور منتج للرينج باك تون، اذا حدا بيعرفها، اللي هي لما ترن على طرف بدل ما تسمع صوت الرنه بتسمع صوت موسيقى. عم بيعملوا نفس المنتج بس بالشقلوب، بدل ما انا ارن واسمع الطرف الثاني ايش حط لي، لما انا ارن انا بسمع اللي انا بدي اسمعه مش الطرف الثاني اللي حط لي اياه. صار لهم بطوروا بالمنتج تبعهم يعني قربوا على السنه. اوكي، الفيرجن الاول من المنتج تبعهم كان جاهز قبل 6 اشهر، قلنا لهم طلعوه على السوق، قال لا بدنا نستنى لعبين ما نخلص، عندنا بق هون، عندنا شغله مش ظابطه هون، عندهم مش عارف شو. ايش الخلل بهذا التفكير؟ الخلل انه زي ما حكينا بالبدايه، مين البوصله تاعيتكم دائما بالمنتج تاعيتكم؟ مين اللي بقول لكم انه المنتج منيح او المنتج مش منيح؟ الزباين. اذا انت مفكر انه هاي لازمه وهاي مش لازمه وهاي ظابطه وهاي مش ظابطه، على الاغلب لما تطلع على السوق اللي انت كنت مفكره ال10 شغلات الغلط اللي ظبطهم، راح يطلع غيرهم كمان 50 شغله غلط لسه بدك تشتغل عليهم وتظبطهم. بكون خسرت كل الوقت وانت عم بتظبط اول 10 وما عرفت عن ال50 اللي بعديهم. اشهر مقوله كانت للي عمل، دائما بعيدها، للي عمل موقع لينكد ان، اكيد كلياتكم تعرفوا موقع لينكد ان. اوكي، هو دائما كان يقول انه اذا اول اطلاق من المنتج تبعكم او السلعه تاعيتكم ما كنتم مستحيين منها، خجلانين منها قد ما هي سيئه، تكونوا تاخرتوا. دائما اول فيرجن طلعوها وانتم عارفين انه فيها شيء غلط.
طلعوها وانتم متاكدين انه في شيء غلط، لانه لما تطلعوها غير الغلط اللي انتم عارفينه راح يكون في 50 غلط انتم مو عارفينهم. السوق بحكي لكم، بقول لكم هاي مش مزبوطه، هاي غاليه، هاي عاليه، هاي واطيه، هاي خضراء، هاي حمراء. هاي السوق هو الوحيد اللي راح يحكي لكم هذا الحكي. انتم بغض النظر قد ايه دارسين السوق راح تكتشفوا شغلات بعد ما تطلقوا المنتج. وكمان مره لما تطلعوا على السوق اختبروا وعدلوا، اختبروا وعدلوا بشكل مستمر. إذا بتنتبهوا المنتجات اللي كثير 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 ناضجة ومشهور، يعني اطلعوا على حدا زي تويتر وعلى زي فيسبوك، اطلعوا على الابس المشهورة، قديش من الابس بنزلوا ريليسز وفيرجنز جديدة من المنتجات تاعيتهم كلياتهم دون استثناء. ما حدا بطلق ابلكيشن وبتركه، ما حدا بطلق سلعة وما بطور عليها. وهذا الحكي أهميته للشركات الصغيرة والناشئة أهم من الشركات الكبيرة، لأنه هذيك الشركة الكبيرة عندها زباين وعندها إيراد وعندها دخل. يعني لو قعدت سنة كاملة ما غيرت على المنتج تبعها شغال المنتج. الشركة الصغيرة ما عندها القدرة هاي إنها تستنى. فلازم تختبروا وتعدلوا وتختبروا وتعدلوا بشكل مستمر، لدرجة إنه زي ما عندكم هوس بزباينكم يكون عندكم هوس بهاي الشغلة. وهاي مهمة السايكل بين الاختبار والتعديل إنها تكون سريعة، لأنه الوقت يعني غير جهدكم وغير المصاري اللي حطيتوها أهم 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 أسد عندكم بالبزنس هو وقتكم. فإذا كانت السايكل طويلة عم بضيع وقت لعبين ما تعرف إيش الناس بدهم وإيش الناس ما بدهم. فدائما خلوا سايكل اللوب هاي سريعة قدر الإمكان بالمشاريع. هاي برضو من يعني إلها علاقة باللي كانت قبليها، وما بدي أخوفكم، بس أغلب المشاريع ونحن شفناها بويسس أغلبها خلال أول 3 سنين بتكون سكرت. وصراحة هاي شغلة منيحة مش شغلة سيئة، لأنه اللي بفشل هو بالغالب مش لأنه فكرته كانت تماما سيئة. لو فكرته تماما سيئة ما كان أطلقها، ومش لأنه ما كان معاه تمويل. لو ما كان معاه تمويل على الأغلب ما بلش فكرته. هم هذول الناس اللي أغفلوا كل الشغلات اللي حكيناها من قبل، إنه يختبر ويعدل بسرعة، إنه يكون مهووس بالزباين، إنه ما يبني من فوق ينزل لتحت. بدي أعتبر إنه أنتم من 20% اللي برا 80%، أنتم تعلمتوا هاي الشغلات تجنبوها، ولما تصير معكم تعلموا منها. ما في حدا ما راح يفشل، الكل راح يفشل، كل واحد راح. يعني ليش نحن بنقول اختبر وعدل؟ لما تختبر وتعدل معناته انك اكتشفت غلط وغيرت عليه. بس اذا ما غيرت عليه، الفشل اللي بلش فشل صغير بتراكم يصير فشل كبير، واللي بلش شغله محصوره بالمشروع بتنتقل للمشروع كلياته، وبالنهايه بفشل المشروع كلياته. فعشان هيك يعني ما حدا يخاف من الفشل ويعتبر انه الفشل مش جزء من المشروع. كل المشاريع بتفشل، كلنا يعني لأنه ما في تعبير أحسن، بس كلياتنا بناكل كفوف. المهم بعد ما الواحد ياكل الكف يرفع راسه ويكمل. هاي أهم شغلة. وصراحة بتبع ماكدونالدز اللي حكينا عنه، هذا الزلمة اللي نقل شركة كان شاريها ب 2.7 مليون لشركة قيمتها 125 مليار، بالطريق فشل 70,000 مرة، عمل أخطاء لا تعد ولا تحصى لعبين ما وصل للفورمولا اللي ناجح هلا. فالخطأ هو جزء من النجاح، والفشل هو جزء من النجاح. لا تخافوا منه، راح يصير معكم. أهم شيء إنكم تتعلموا منه وما تعيدوه. وأهم شغلة لما حكيت عن السايكل السريعة، لما يكون خطأك بسرعة، خطأك بتكون مش بدون كلفة تماما، بتكون كلفته معقولة. وهاي شغلة مهمة وحلوة كتير. يعني هون بدي أحكي شوي عن الأردن وعن عمان. نحن سوقنا صغير ومحدود، له سقف معين، والقدرة الانفاق عندنا كأفراد محدودة. بس شو الحلو بعمان مقارنة بالمدن الثانية؟ عمان وبجوز محلات ثانية زي القاهرة وزي بيروت إلى حد ما، وزي الشام لما كانت الشام موجودة. هذول المدن هم العمالة فيهم عمالة أصيلة فيها، يعني أغلب اللي بيشتغلوا بالأردن أردنيين، على عكس مدن زي الرياض وزي دبي. مدن زي الرياض ودبي عندهم قدرة إنفاقية عالية، قدرة إنفاق عالية، بس أغلب اللي بيشتغلوا فيها وافدين مش من أهل البلد. بعمان لأنه نحن أهل بلد، الواحد بيقدر يسوي كل هذا الحكي وهو قاعد ببيت أهله، بيقدر يسوي هذا الحكي بعمر صغير، بيقدر يسوي هذا الحكي بكلف معقولة، بيقدر يعمل الغلط ويتعلم منه ويعمل السايكل السريعة بكلفة معقولة. أنا بأكد لكم ما بتتجاوز 1/100 من الكلف تاعت المدن الكبيرة، المدن اللي حكيناها زي دبي وزي الرياض وزي الكويت وقطر وهدول.
فالفائده تاعتنا انه نحن موجودين ببلد زي عمان، ولو انه سوق محدود وسوق صعب، انه هاي الاخطاء اللي بنحكي عنها كلياتها ممكن تصير خلال اقل من سنه وتصير بكلف معقوله جدا. الشباب اللي حكيت لكم عنهم اللي عملوا الابلكيشن تبع الموبايل تبع الرينج باك تون، اول فيرجن لما طلعوها احذروا قد ايه كانت مكلفيتهم، واحذروا قد ايه كانت مسعره لهم من ديفلوبرز اظن باستونيا. مين بيعرف؟ مين بقدر تقريبا هيك؟ اول فيرجن من البرودكت كلفتهم اذا متذكر صح 480 دينار. اوكي، طلعوا ابلكيشن على الاب ستور شغال طبعا مليان بجز، فيه 60,000 عله الابلكيشن بس شغال. الشركه اللي باستونيا اللي تعتبر رخيصه طلبت منهم اذا متذكر الرقم صح اظن $12,000 عشان يعملوا لهم اول فيرجن من الابلكيشن. هذا الحلو بعمان، هذا الحلو بانك تجرب ببلد زي عمان الكلف تاعيته، وانك تكون اهل البلد الكلف لسه ارخص، يعني بتقدر تجرب على اصحابك، تجرب على اهلك، تجرب على الناس اللي بتعرفهم. وهاي صراحه فائده ثانيه انه نحن كمجتمع شركسي اغلب المنتجات الناجحه اللي بدها حاجه يعني مجتمعيه، نحن هي عندنا التست سامبل موجوده، جربوا على الناس اللي حواليكم، جربوا على الناس اللي بهاي الغرفه. هاي الحلو بانه الواحد يشتغل بعقليه ما فيها كلفه تشغيل عاليه من البدايه. هاي اظن اخر سلايد. اوكي، برضو من اهم الدروس والنصائح، وبدي ارجع لموضوع الهوس بالمستهلك، انه اغلب الناس بقول لك يعني انا ليه بدي ادخل على موضوع الهامبرجرز، ليه بدي ادخل على موضوع الارجيل، ليه بدي ادخل على موضوع القهوه. الواحد اذا بده يركز على المنافسه، ليه بدي ادخل بموضوع الدراي كلين، ليه بدي ادخل على موضوع السوبر ماركت، كل هاي البزنسز الشغاله اللي بتعمل مصاري. الواحد اذا بده يركز على المنافسه عمره ما بيعمل مشروع، بضله يدور انه والله بدي اخترع شغله ما حدا عاملها. لا تفكروا هذا التفكير. انا بنصحكم دوروا على الثلاث شغلات الثانيه اللي حكيت لكم اياهم. قلدوا الناس، خذوا فكره موجوده قلدوها وانقلوها من سوق حطوها بسوق ثاني. خذوا فكره موجوده وطوروا عليها. خذوا فكرتين ادمجوهم بعض واطلعوا بفكره ثالثه جديده. ودائما خلوا التفكير مش على المنافسه، مين في غيري بيعمل احسن، خلوا فكركم على الزباين. ايش الزبون بده، ايش الزبون عنده مشكله مش عارف يحلها، كيف بقدر احل له اياها، كيف بقدر اعمل خدمه احسن. خلوا هوسكم دائما بالزبون. اذا عملتوا شيء تخدم فيه الزبون، المنافسه بتبطل مهمه. ليه؟ لانه المنافسه على الاغلب الشغله اللي انت عرفت تحلها وهو مش عارف يحلها على الاغلب، اذا كان تفكيركم مبني على هذا الاساس. المنافسه وين بتهمكم؟ بتهمكم انكم تتعلموا منهم، تعلموا من منافسينكم، شوفوا وين هم غلطوا وما عرفوا يحلوا، حاولوا يحلوا الشغلات اللي هم ما عرفوا يحلوها. شوفوا وين هم ضعاف وحاولوا يحلوا نقاط ضعفهم. لا تحاولوا تنافسوهم بالشغلات اللي هم شاطرين فيها. يعني اذا انا بدي اعمل محل همبرجر بدي اركز فيه بمدينه زي عمان على السرعه، على الاغلب راح افشل، لانه ماكدونالدز صار لهم 60 سنه بطوروا بموضوع السرعه، ما راح اعرف انافسهم بالسرعه. نافسوا على شيء ثاني. بدي اعمل محل همبرجر بعمان بدي اياه ينجح، نافس على الخدمه، نافس على النوعيه، نافس على القيمه، نافس على 1000 شغله ثانيه، بس لا تنافس على السرعه، لانه غيرك يعني صار ماستر موضوع السرعه. اظن هاي اخر سلايد. لا هاي اخر سلايد. طيب برضو من الأخطاء الشائعة جدا للي ببني فكرة مشروع، اللي ببني خطة عمل، إنه ببني أحلام، ببني زي محل دراي كلين اللي حكينا عنه، اللي بده خلال 5 سنين ياخذ 5% من سوق حجمه 20 مليون ويعمل أول مليون بأول 5 سنين. هذا الحكي ما بصير. اللي بصير اللي حكيناه، إنك بلشت ما عندك ولا زبون، كيف بدك تنتقل لأول 10 زباين، كيف بدك تنتقل لأول 100 زبون. ولما تبنوا هذا الحكي على الغالب الإيرادات اللي كنتم متوقعينها ما راح تيجي، والمصاريف اللي كنتم متوقعين تصرفوها راح تصرفوها وزيادة. فإذا أنا كنت عامل والله إنه مشروعي بده بأول سنة 6000 7000 10000 دينار لعبين ما يوصل لمرحلة الربحية ويعمل بريك إيفن بنسميها ويبلش يربح، على الغالب ما راح يحتاج 7000 دينار، راح يحتاج 15 20,000 دينار، وما راح تاخذني سنة، راح تاخذني سنتين. والإيراد اللي كنت متخيله إنه راح يصير بأول سنة راح برضه ياخذني سنتين يمكن أكثر،
والايراد اللي كنت متوقع اعمله راح اعمل نصه اذا مشال. هذا هو الواقع. الواحد لما يبلش يفكر مشروعه بتحمس وببني خطة عمل بالغالب مش واقعية. من ال 138 شركة اللي عملناهم احذروا كم من شركة كانت خطة العمل تاعتهم واقعية. 0 ولا وحدة. ولا شركة اجت بزنس بلان عملت زي ما كانوا هم حاكيين الفاوندرز تاعنا، ولا وحدة. وراح يضل هيك الحكي. نحن بنتوقع انه يعني اول صندوق لاويسس عمل 138 شركة، هلا بلشنا صندوقنا الثاني راح برضه يعمل تقريبا 130 140 شركة. انا بقول لكم من هلا كل البزنس بلانز اللي راح تتقدم راح يكون غلط كلياتها دون استثناء، لانه هيك اللي ببلش مشروع بكون متحمس وبحط ارقام للايراد عاليه وبحط ارقام للمصاريف واطيه وبقول لك انا راح ابلش اربح من اول سنه، عمرها ما بتصير. عشان هيك كونوا واقعيين لما تحطوا خطه عمل وتخلصوا منها وتكونوا مكيفين حالكم، فرجوها لحدا ثاني، فرجوها لحدا بفهم بهاي الاندستري، فرجوها لحدا اشتغل هذا الشغل من قبل. خليه هذا الشخص يجرب انه يعني يختبركم انه والله كيف سعرت هاي وكيف حسبت الكلفة على هاي وكيف اعتبرت انك راح تجيب اول 10 زباين. هذول الناس اللي جربوا من قبليكم راح يقول لك هذا الرقم غلط، هذا الرقم صح، هذا الرقم. اللي بيجوا عنا على اويسس دائما بنقول لهم نحن ما راح نعلمكم كيف تنجحوا، بس راح نقول لكم كيف راح تفشلوا. إذا عرفت كيف راح تفشل وفي 1000 طريقة إنك تفشل فيها بعلمك كيف تتجنبهم. لا تعمل نفس الغلط اللي غيرك عمله، تجنبه لا تعمله لعبين ما تلاقي الطريقة اللي تنجح فيها. المشكلة مش فينا احنا، المشكلة بالعلمنا بالجامعات. صح. لما يجي يدرس السوق بدرس السوق بكامل، بعطيك اعداد الناس اللي بيستخدموا هاي الكلمة او هذا. صح. والله اقسم مع هذا العدد. هذا هو للأسف هذا هو التفكير التقليدي عند أغلب اللي بحطوا خطط عمل. وهيك خلصنا. هلا هاي أول سيشن من إن شاء الله تكون من سلسلة محاضرات. المحاضرة الجاي إن شاء الله ما بتطول، بتكون برضو بشهر 10. بدنا نحكي فيها عن تأسيس الأعمال اللي حكينا عنه بالبداية، إنك كيف تأسس عملك وكيف يكون عملك قانوني.